السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة ملذة وطاب مع رندا محمد. النهاردة ان شاء الله هنقدم العيش البوري او عيش دجاج تكة. ليه؟ علشان انا كنت في الفيديو اللي فات صورت دجاج تكة المشوي في الفرن او فراخ تكة. النوع دوت من العيش اللي هو العيش البوري او عيش تكة ده ما بيتاكلش الا مع المشويات وفاهيتا، بيبقى طعم ولذيذ جدا 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 فعلا مع المشويات والسلطات اللي بتتقدم مع المشويات. سهل وبسيط ومكوناته بسيطة، تقدري تعمليه في بيتك بأقل التكاليف. عشان العيش دوت ما بيتطلبش وما بيتباعش الا في المحلات المشويات. لو انت مش هتشتري المشويات مش هيدوكي العيش، فاحنا نقدر نعمله ونشوي حاجتنا في البيت وتبقى الوجبة كاملة متكاملة. زي ما قلت مقادير العيش البوري سهل. احنا النهاردة معانا نص كيلو دقيق انا نخلاه، وعلشان اعمل الارغفة بتاعة العيش البوري معايا نص معلقة خميرة بودر، معلقة صغيرة، ومعايا نص معلقة سكر ونص معلقة ملح. الملح والسكر دول بيبقوا اساسيين في العجن. السكر بيخلي الخميرة تتفاعل ان شاء الله. وثلاث معالق كبار زيت. والعجن بقى المية مش هتبقى بالمقدار، بس انا ببقى جايبة كوباية مية دافية بستخدمها. طبعا قبل ما اعجن انا لازم اقلب المكونات كلها على بعض زي ما احنا متعودين، عشان الخميرة والمكونات كلها تبقى متداخلة. قلبت بقى الدقيق بتاعي اهو، الخميرة والسكر وذرة الملح. هركن الزيت دلوقتي على جنب. هنعمل ايه؟ هننزل بالمية. انا جايبة كوباية مية، مش هنزل بيها كلها، انا هنزل بشوية كده صغيرين وهلم العجينة كده. افضل اعمل الحركة دي لغاية عشان المية ما تزيدش مني واضطر ازود دقيق والمقادير تتلخبط معايا. انا بنزل بشوية شوية كده على العجينة واقلب، عشان زي ما بقول العجينة تتظبط معايا. اهو لسه العجينة محتاجة مية. هي العادة اللي نص كيلو بياخد الكوباية الا ربع. طبعا الدقيق انت ليكي مطلق الحرية ان انت تستخدمي اي نوع دقيق، بس انا الحقيقة دايما بفضل اللي هو متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات، بينفع في كل حاجة. زي ما قلت المية بتاعتي لازم تبقى دافية مش سخنة ولا فترة، دافية. يعني ايه؟ ادفى من دمعة العين شوية لسه طبعا زي ما انتوا شايفين. فانا هنزل اهو وهقلب بقى كويس كده، وهركن بقى المعلقة وهبدأ اشتغل بايدي. هي الموضوع مش محتاج ولا عجان ولا اي حاجة، بايدينا وهتبقى حلوة وجميلة زي الفل. هنلم بقى كده العجينة مع بعضها اهو. انا هي عجينته بتبقى قاسيه شويه، ما بتبقاش لينه قوي. هو نوع العجينه بتاعته بتبقى كده. وانت بتعجني ايديكي بقى هي الحكم. العجينه مش راضيه تلم معاكي، يبقى لسه محتاجه ميه. ميه رشه صغيره، مش عايزه الميه تزيد. زي ما انتوا شايفين العجينه اهي. انا هنزل بقى بنص الزيت كده رشة. ليه؟ عشان هيساعدني ان انا اكمل العجن بتاعه وتبقى العجينة معايا حلوة. بصوا لمت اكتر ازاي. هناخدها بقى ونفضل بقى نضرب فيها لغاية لما نلاقيها بقت ناعمة معانا وكويسة. رشيت شوية دقيق بقى على الرخامة، وتفضلي بقى تعملي كده، واخده بالك؟ تفضلي بقى كده 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 لغايه لما انت هتلاقي العجينه ما فيهاش التقطيعات دي، هتنعم معاكي وهتبقى حلوه. بتاخد تقريبا حوالي 5 دقايق 7 دقايق حسب بقى قوتك وقوه ايدك. هنفضل بقى كده نعمل فيها كده لغايه لما هوريها لكم هتوصل ازاي. ما تنسيش ترشي رشه الدقيق عشان ما تلزقش معاكي على الرخامه بتاعتك او على المفرش السلك.
بقية الزيت انا بعمله وانا بعجن. بصوا اهو بنزل بقية الزيت اهو عشان اعمل بقية العجين، اعمل بيه العجينة وانا بفرد. زي ما قلت هنفضل ندعك كده ونفرد ونعمل، عشان انا عايزة العجينة تتخدم عشان يبقى ساعة التسوية حلو معايا ويتنفخ كده ويبقى زي عيش تكة، العيش البوري اللي على حق. بصوا اهي لمت معايا، ودايما اخلي الجزء ده من تحت كده. وبعدين انا بقى دهنت الطبق او البولة بتاعتي رشة زيت كده، وعلى وشها نعمل ايه؟ هنسيبها بقى تستريح. كل ما تسيبيها تستريح هتديكي نتيجة حلوة قوي. اقل حاجة تسيبيها نص ساعة، اكتر من كده هتديكي نتيجة احلى. انا هسيبها ونرجع لكم. الكمية بتاعتها هتتضاعف عشان خميرة. هغطيها ونرجع بقى ايه نشوف هنعمل ايه. خلاص كده العجينة بتاعتي بقت جاهزة. هشيلها بقى من البولة واقول لكم بقى هنعمل ايه فيها العجينة الحلوة دي. هجيب بقى شوية دقيق وارشهم كده عشان ما تلزقش مني ولا اي حاجة، وهعملها اسطوانة كده. بصوا طرية وناعمة وجميلة، بقت حلوة قوي 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 والله. بصوا انا هعملها بقى اسطوانة كده عشان انا عايزة القطع بتاعتي اما اقطعها ما تبقاش رغيف اكبر من رغيف. خلاص كده هقطعها بقى اهو. بصوا التقطيعة بقى دي حتة ان انت تعملي الرغيف كبير صغير ده يرجع ليكي انت. انا بحب دايما اعمله وسط عشان ما يفوتش من حد لقم ولا كده، يبقى الوسط مناسب لكل الاعمار وكل البيوت. لكن الكبير لازم يبقى هيتاكل، ما اتاكلش هيفوت منه مش حلو بقى كده. بجيب بقى صينيه او طبق وبرش بعفرها كده تعفيرة دقيق، وبقطع العجينة بتاعتي هكورها كده. شايفين انا بعمل ازاي؟ بلم العجينة من تحت كده اهو. اي عجينة تكوني هتكوريها تعملي الحركة دي وتروحي عاملاها كده اهو. خلاص كده هكمل الكمية وارجع لكم. خلصت زي ما انتوا شايفين الكمية اهي. هجيب بقى شوية دقيق كده احطهم على المفرش او الرخامة اللي هتفرزي عليها، وباخد اول كورة انا عملتها واروح رشة عليها رشة دقيق خفيفة خالص كده، مش رشة دقيق كبيرة. واعملها بقى كده اهو اهو عشان يطلع الرغيف معاكي مدور. بتعمليه بتفرزيه اكنه علامة زائد كده وكده. طبعا السمك ما يبقاش رقيق قوي ولا تخين قوي ولا سميك قوي عشان تدي معاكي النفخة الحلوة. لكن لو هو بقى رقيق مش هيتنفخ معاكي. ده السمك اللي انا عايزاه. هفرد بقى بقية الكمية معايا وارجع لكم. انا خلصت الكميه بتاعتي. اللي هنعمله بقى ايه؟ بحط في طاسه او صينيه هحمر فيه العيش في زيت. لازم الزيت يبقى زي ما انتوا شايفين كده غزير ويبقى سخن. وفي تكه بقى كده هنعملها ان انت ما تحطيش اكتر من رغيف في الصينيه او في الطاسه بتاعتك علشان تبقى في براح. ان انت هناخد من الزيت المغلي ده طول ما الرغيف في قلب الزيت بناخد من الزيت اللي حواليه نحط على وش الرغيف. هو ما بيستويش الا كده عشان يبقى الزيت المغلي تحت وفوق وبينفش وبيتنفخ وبيبقى جميل قوي. العيش بتاعنا بتاع النهارده اللي هو البوري عيش تكه ده اللي هو الابيض العادي. في محلات بتاعت مشويات بتبيعه بيبقى لونه فيه صفار شويه. عايزه انت يبقى لونه فيه صفار شويه حطي على الكميه نص كيلو دي ربع معلقه كركم وقلبيها يديك درجه الصفار. لكن انا بصراحه بحبه كده وبيبقى جميل. وانت بقى بتاخدي الرغيف حاولي تعملي كده
بصي كده. ليه؟ عشان الدقيق ده ما ينزلش معاكي في الطاسه يبقى مش حلو. اهو بعمله كده يبقى الدقيق نازل من الطاسه وحلو. هختبر بقى الزيت بتاعي. لا لسه ما سخنش، انا عايزاه يسخن كويس علشان اول ما ينزل يتنفخ ويبقى جميل. هنزل بقى بالرغيف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم انا بفضل اعمل الزيت السخن عليه. شايفينه بيتنفخ ازاي؟ شايفين اهو. شايفين اهو بيتنفخ. اللهم صل على النبي. جميل جدا 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 اهو. هيتنفخ معايا بقى، وما تبطليش تحطي الزيت على وشه كده عشان يستوي فوق وتحت ويبقى جميل قوي 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 اهو. بصي اهو بيتنفخ معايا وهيتفتح ويبقى زي العيش بالظبط جاهز. شايفين اتنفخ ازاي؟ هطلعه بقى. عايزاه طري تغطيه، مش عايزاه طري تسيبيه لما يهدى كده هيبقى منفوخ معاكي. هكمل الكميه وارجع لكم. اهو هعمل معاكم واحد كمان. بصوا بقى بيتنفخ ازاي. خلي بقى الزيت كده عليه. اهو بصوا شايفين اهو اتنفخ بقى زي الكوره. اللهم صل على النبي اهو. اشيله. انا خلصت الكميه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الله اكبر. بصوا منفوخ ازاي. بصوا انا عايزه اوريكم قلبه. بصوا مفتوح ازاي. بصوا ينفع بقى في سندوتشات، تحطي بقى فيها الحاجات اللي هي المشويات، لحمه، كفته، اي حاجه، وعليها بقى السلطه بقى كده. الله. وعاملاه بدرجات السوى المختلفه. في بيحبوه فاتح كده، في بيحبوه غامق، في بيحبوه وسط زي اللي انا عاملاه. عايزاه يبقى طري غطيه اول ما تطلعيه من الزيت. عايزاه يبقى ماسك نفسه كده وفي قرمشه بسيطه، خليه في الهواء. طبعا العيش دوت سهل جدا وبسيط وبيبقى مع المشويات تحفه. يعني لو عملتيه في العيد مع الاكل بتاع العيد هيبقى خطير خطير خطير. كل اللي هياكله عندك هيبقى مستغرب انت جايباه منين وانت مش مشتريه المشويات من المحلات اللي في الشارع. لو الفيديو بتاع النهارده ووصفتي عجبتكم ما تنسوش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. فيديوهاتي بتعجبكم وطريقتي بتعجبكم ووصفاتي بتعجبكم، مستنيين ايه؟ مستنيه منكم ان انتوا تدعموني والقناه تكبر بيكم وليكم، ان انتوا تشتركوا فيها وتشيروا الفيديوهات. قناه ملذ وطاب هتلاقوا فيها اطيب الوصفات والذ الاكلات. سلام عليكم.